المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بقلوب ملأتها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة. أرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي، برنامج فاسألوا أهل الذكر. بداية وقبل كل شيء أرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. حياك الله دكتورنا الغالي. أهلا وسهلا، أهلا بك وبالمشاهدين. مرحبا. الله يحييك شيخنا. كمان أذكر مشاهدينا الكرام بطرق التواصل معنا، ونستقبل اتصالاتكم وفتاويكم عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة، وعبر مواقعنا في التواصل الاجتماعي، عبر صفحتنا في الفيسبوك، وعبر قناتنا في اليوتيوب. شيخنا، دعنا نبدأ اليوم بحديث وموضوع كثير ما شغل العقول وشغل القلوب والأذهان، وهو موضوع خلاف قديم جدا بين أهل العلم، وهو المعازف، ما لها وما عليها. دعنا في البداية شيخنا نتعرف على المقصود بالمعازف. هل هي الأغاني أم أن لها معنى آخر؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا من فتوح علمه وبركاته ورحمته. الله. بالنسبة لموضوع كما تفضلت، يعني موضوع الغناء والموسيقى من الموضوعات حقيقة التي شغلت الناس كثيرا، والخلاف فيها أيضا ليس جديد، يعني خلاف قديم بين أهل العلم، ولكن اتسعت رقعة الخلاف في الآونة الأخيرة. يعني بدأ كثير من الناس يحاولوا أن يأخذوا بالرأي الذي كان في يوم من الأيام تمثله الأقلية إنجاز التعبير، ولم يكن رأيا يعبر عن رأي الجمهور، فصارت الآن مثارة بشكل كبير. ولكن قبل أن أدخل في موضوع الغناء هل هو نفس الموسيقى أم لا، دعني أقول بأن أحيانا نحن نتناول بعض الموضوعات ويحاول الناس يستجروا فيها الفتاوى القديمة حتى على افتراض القائلين بالحل أو الحرمة، ويتجاهلوا الواقع الذي هم فيه الآن. فتصور لو أن أبو حنيفة أو الإمام ابن حزم أو غيرهم من ابن حزم تحديدا من الذين تكلموا مثلا في مسألة إباحة الغناء وكذا، لو قيل له أو عرض عليه الواقع الذي نراه اليوم، واقعنا الراهن في قضايا الغناء والموسيقى والمعازف وما ارتبطت به بعد ذلك من قضايا البومات، وقلنا له هل عندما قلت بأن والله الغناء يعني مما تستطيب به النفوس، هل تقصد هذا الكلام أم أنك تقصد شيئا آخر؟ لقال أمر إلى الله مما يجري. فأنا أريد أن أقول بأن أحيانا نتناول بعض الموضوعات مجردة لنصدر فيها حكما بعينه، فنقول والله هذا الحكم بعيدا عن حوادثه فهو كذا. لكن لما نتناول الحكم أو نتناول الأمر من خلال ما طرأت عليه من تطورات، لا بد هنا أن نقف موقف فيه نوع من الإنصاف والعدل للسابقين قبل المعاصرين. يعني أنت عندما تريد أن تقول العالم الفلاني في السابق قال بكذا، وتريد أن تنزل واقعه أو فتواه الآن، ستجد هنالك اختلاف كبير جدا. هذه واحدة. النقطة الثانية، وهذه أيضا مهمة أن نبدأ بها البرنامج، وهو كثير من الأمور لاحظت بأن مثلا الذين يقولون بإباحة الغناء والموسيقى ويضعون لها مثلا 7-8 شروط،
لو جيت لهذا الذي أخذ بعد ذلك بهذه الفتوى، هل طبق شروط من قالوا بذلك؟ ستجد لا، هو أخذ بس الإباحة وترك الشروط. هذا أيضا إشكالية كبيرة جدا في طريقة التعامل مع الحكم الشرعي. هل أنت والله مشكلتك فعلا تريد حكما شرعيا؟ طيب هذا الحكم الشرعي هذا الذي أباح وضع لك 5 6 ضوابط. نعم. طيب هل تعاملت بالفتوى بضوابطها أم أنك والله جردت الفتوى عن ضوابطها؟ فهنا نقول بأن الحكم الشرعي كما يقول العلامة الشاطبي عليه رحمة الله، من الناس من يأخذ النصوص مأخذ الافتقار، ومن الناس من يأخذ النصوص مأخذ الاستصغار. مأخذ الافتقار بمعنى أن الشخص رائده الدليل، فهو مفتقر إلى الدليل ليرى الطريق أمامه. نعم. هذا الفقير إلى الدليل. مأخذ الاستصغار هو يريد أن يحشد الأدلة والنصوص لصالح موقف بناه مسبقا. هو سلفا حدد أنه الغناء حلال، فيريد بعد ذلك كل النصوص تأتي معه في هذا المسار. فهذا يقول دائرة أهل الهوى الذين يأخذون النصوص مأخذ الاستصغار هم أهل الأهواء. أهل الحق وأهل السنة يأخذون الأدلة مأخذ الافتقار، فيدورون مع الدليل حيث دار. هذه أول مقدمة لا بد منها في موضوع حلقة اليوم لحساسية هذا الموضوع تحديدا في واقعنا المعاصر. ابتداء دعني أقول الغناء شيء والموسيقى شيء آخر. الغناء هو عبارة عن كلام، هذا الكلام قد يكون شعرا قد يكون نثرا، المهم يعني يكون فيه إلقاء بأصوات معينة، يلقى بطريقة ليست طريقة الكلام العادي. ليس، لكن هو في ذاته إما شعر وإما نثر، فهو على كل كما قال جاء في الأثر الشعر كلامه، حسنه حسن وقبيحه قبيح. نفس الشيء الغناء من حيث هو مفردات وكلمات. الغناء كمفردات وكلمات، بعيدا الآن عن عن الأدوات الموسيقية المصاحبة. نعم. سنتعامل مع الغناء المجرد بأنه كلام، فننظر إليه ككلام ونحلله ككلام ونتعامل معه بالحل والحرمة ككلام. في هذا الكلام منه ما هو حسن، منه ما هو حسن. نعم. كالغناء الذي يحض على الرجولة وعلى المروءة وعلى مكارم الأخلاق وعلى العفة وعلى حماية الجار واستقبال الضيوف. المهم الأغاني أو الأشعار أو الكلام الذي يصب في اتجاه ترسيخ القيم الفاضلة، هذا ما في شك أنه أنه مباح. سميه غناء، سميه شعر، سميه دوبيت، أي حاجة، هو كلام بعيدا عن عن الأدوات التي تصاحبه. نعم. هنالك في نفس هذا الكلام وفي نفس هذا الغناء منه ما هو ممنوع، كالذي مثلا يثير الشهوات ويصف العري ويكذب على الله ورسوله ويثير النعرات القبلية والاستعلاء القومي والاستعلاء العرقي. هذه المعاني اللي أصلا الشريعة منعت عنها جاءت في صيغة أشعار، نقول له هذا الشعر الذي أنت تقوله ليس شعرا ليس شعرا ممدوحا، ليس شعرا ممدوحا. فهذا أول من حيث الغناء ككلام. حاليا حتى نكون أكثر واقعية، هذا الغناء الذي نسميه الآن غناء بغض النظر هو قبيح أو غير قبيح، إما أن يكون مصحوبا بمعازف وإما أن يكون مصحوبا بصور. حاليا في واقعنا، في السابق لم يكن كذلك. نعم. يعني في السابق كانوا يتناقشون حول المعازف، طيب الآن لم تكن معازف فقط. أنت الآن عندما تعرض أغنية في التلفزيون أو شخص مثلا يقول لك والله فلان سيعمل على إنزال ألبومه العاشر الخامس السادس المهم، ستجد أن هنالك كوارث كثيرة جدا أكثر من الموسيقى. نعم. يعني إذا كان الموسيقى حولها كلام والله حلو حرمة، لكن عندما يأتي هذا الفنان وهو يغني وأمامه صورة لامرأة عارية جسدها واضح، إثارة الجنس فيها واضح، هذا ليست محل خلاف. وهو ربطها الآن بإيه؟ ربطها بالألبوم نفسه، الألبوم الغنائي. فأنت الآن عندما تريد أن تتناول الأحكام الجارية في الغناء يجب أن لا تعزلها عن عن واقعها المعاصر. فهنا دعني أقول بأن الغناء من حيث هو فيه حسن وفيه قبيح، من حيث ما هو مصحوب يمكن أن تكون الصور المصاحبة. الآن أبدأ بالصور قبل المعازف لأنه الآن هي البلوى الكبيرة. نعم فعلا. منها ما هو صور طبيعية فعلا عادي جدا، الشخص هو يلقي غناءه بصورة جيدة وبصورة إنه فيها كلام طيب وفيها ولسه ما فيها موسيقى ما جيناها، لكن هو على كل نساء يلقيها في شكل إنشاد، يلقيها في شكل، لكن ما شاء الله أمام الأنهر وأمام البحر وأمام الأشجار وأمام الكواكب. المهم هذه المؤثرات أيا كانت، مؤثرات سمعية أو مؤثرات بصرية،
ولكن ليس فيها ما فيه حرام في هذه القضية. هذا يأخذ نفس الحكم بتاعت إيه؟ حكم الحلال. طيب نوع آخر أدرج في وسط هذا الأمر محرمات، أدرج مثلا صور للخمرة، أشخاص يتعاطون الخمر حتى ولو لم يشرب، ولكن هو يتعاطى هذا الوضع، لاحظت؟ فهو يروج بشكل أو آخر، لأن عنصر الترويج هنا داخل معنا. هو يروج لقضية الخمر، يروج لمسألة المعانقات المحرمة، يروج لقضية العشق والتعلق بالصور، يروج لفكرة تسليع المرأة، وهذه فكرة مركزية وعميقة في التيار الليبرالي المعاصر، وهو أن يجعل من جسد المرأة معبودا للإنسان، ويحول تماما قضية الأغنية هذه يمكن تتحول في النهاية إلى حالة ثانوية جدا، يعني فقط دورها يبقى إثارتها وتحريكك نحو إيه؟ نحو الجريمة اللي أنت نصبت لك، أو هذا الفخ الذي نصب. وفي النهاية تجد هذا الشخص الذي يستمع إلى الأغنية لا يمكن أن نقول بأنه والله كلماتها لو كانت من أولها إلى آخرها جميلة وطيبة جدا، لكن الصورة المصاحبة لها تحول هذه اللقطة إلى لقطة إيه؟ إلى لقطة محرمة، حتى ولو كان فتبقى كلها الصورة الأمامنا، الأغنية الأمامنا، الصور التي صاحبتها محرمة، بالتالي تأخذ حكم إيه؟ حكم التحريم. نعم. اتفقنا كده؟ طبعا. الحالة الثالثة نأتي إلى قضية المعازف. المعازف هي الإشكال الكبير جدا اللي حقيقة حوله كلام ومن قديم الزمن. المعازف هي عبارة عن مجموعة أدوات تصدر أصوات، أيا كان هذا الصوت، سواء كان صوتا يأخذ شكل صوت الدف مثلا، أو كان مزمارا من المزامير، اللي هي تحدث أصوات معينة. اتفقوا على أن الغناء المصحوب بالدف إن صدر من الجواري والنساء والأطفال فإن ذلك يأخذ حكم الغناء المباح إذا صدر منه، وقد يكون أحيانا مندوب إليه في مثل المناسبات الزواج مثلا، لأنه يراد الإشهار مثلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على أن الغناء الزواج يكون مصحوب بإشهار، وهذا مال إليه الإمام مالك عليه رحمة الله، رأى أنه موضوع الإشهار مهم جدا، بل يبطل من لم يشهر زواجه. الإمام طبعا يجعل هذا الموضوع أساسي. فعلى كل، هذا الغناء المصحوب بالدف ما دام الكلام الذي يصدر فيه كلاما طيبا أيا كان، يعني حتى من الغزل، ما في أنواع من الغزل أيضا ليست الغزل الذي يجعل الإثارة والإغراء المباشر، ولكنه غزل هو في حالة الزواج قد يكون مطلوبا، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار يقول إن الأنصار يحبون الغزل، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الموضوع. فهذا النوع أيضا لا بأس به وهو يكون مباحا. نأتي إلى النقطة الأخيرة، وهو الغناء الذي يكون بغير الدف كالمزامير وأشكال. على كل، الآن طبعا في حاجات كثيرة ما كانت معروفة في السابق، الآن صارت دخلت علينا. على كل، هذا حتى ما أذهب بعيد هو فيها خلاف، ولكن الخلاف قد يكون خلاف عده كثير من أهل العلم بأنه خلاف الأكثرية، خلاف الأقلية مع الأكثرية. يعني المذاهب الأربعة تكاد تتفق، على ما عدا الدف، باقي المعازف كلها أدخلوه في دائرة إيه؟ دائرة التحريم. وبالتالي الغناء الذي تصاحبه الأدوات غير الدف يعتبر عندهم إيه؟ عندهم ممنوعا ومحرما، وهذا هو الرأي السائد على كل عند الجمهور، والموضوع حقيقة طويل جدا. نعم. طيب شيخنا، ماذا عن صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف؟ هل هناك أبعاد على هذا الحديث أو ماذا؟ نعم. طيب، أول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث طبعا ورد في البخاري، ولكن البخاري له في صحيحه طريقتين. في الحديث الذي يكون حديثا مسندا، السلسلة فيه متصلة إلى نهايتها، وهذا اشترط فيه الإمام الصحة البخاري، ومحكوم على كل أحاديث البخاري بأنها تلقتها الأمة بالقبول، وقليل فيها على كل من يمكن أن يتكلم فيه. هنالك نوع آخر من الأحاديث يوردها الإمام البخاري ليس في أصول الأبواب، ولكن يوردها كشواهد وتسمى بالمعلقات. يقول لك أورد البخاري ذلك في معلقاته، أي ترك الحديث دون أن يسنده، ترك الحديث دون أن يسنده. هنا على كل، معظم الأحاديث التي علقها الإمام البخاري جاء بعد ذلك ابن حجر صاحب كتاب الفتح، ووصل هذه الأحاديث بأسانيد يعني يكاد يكون كلها
وصلها الإمام ابن حجر في كتاب التغليق. وتحديدا هذا الحديث وصله الإمام ابن حجر ورد فيه على الإمام ابن حزم، لأن ابن حزم ضعف هذا الحديث. طبعا بعض الناس لما يقول لك والله ضعف ابن حزم حديث في البخاري، لا، البخاري هنا ذكرنا الآن نوعين من الأحاديث، البخاري في المعلقات، فابن حزم اعتبر هذا الحديث معلق فيه على كل انقطاع، والانقطاع من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الحديث، فاعتبر ابن حزم هذا الكلام ليس صحيح، وإذا أردتم أن تحرموا الغناء بهذا الحديث فالحديث على كل ليس صحيحا عند ابن حزم. جاء بعد ذلك البخاري ووصل هذا الحديث، ثم جاء كذلك النووي وتكلم في هذا الحديث، فوصلوا على كل هذا الحديث وأتوا بغير الطرق التي على كل أوردها حتى الإمام البخاري. يعني الإمام البخاري أورد طريق معين، فجاء بعد ذلك ابن حجر والنووي، وأخيرا جاء العلامة الألباني عليه رحمة الله وتكلم في هذا الحديث بطرق عديدة جدا. فمن حيث الصحة الحديث الحديث صحيح. يبقى بعض الناس حتى وهو صحيح يناقشونك في قضية فهم هذا الحديث، وهل فعلا هذا الحديث قطعي الدلالة فيما يتعلق بحرمة الغناء، بحرمة المعازف. هنا نتكلم الآن عن حرمة المعازف، لأنه الحديث يكاد يكون من أقوى الأحاديث التي يستند إليها من يقول بالتحريم هذا الحديث، لأنه وردت فيه اللفظة بشكل واضح. على كل مستند الجمهور بأن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن المراد به هو تحريم المعازف، لأنه جاء في صيغة أو جاء مع مجموعة محرمات ثم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون، فمعنى ذلك بأنها قبل هذا الاستحلال لم يكن الأمر كذلك، وبالتالي هذا الحديث على كل. لكن فيه دلالة مهمة جدا، وهو فيه دلالة نبوية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأمر. لاحظ الآن الخمر، لو تركنا الحرير وتركنا المعازف، لأنه فيه بعض الأقوال فيها، لكن الزنا والخمر اللي هو الحرة والخمر، هذا من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة. فأن يصل الأمر بالناس، وهنا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن مسلمين، لا يتكلم عن كفار، يتكلم عن مسلمين. يصل الأمر بالناس إلى أنهم يصلوا مرحلة بأن يجمعوا هذه الأربعة: الزنا والخمر والحرير والمعازف. والمعازف دائما مصحوبة بالغناء. فأن تجتمع هذه الأشياء الأربعة وتحت طائلة أنه والله يعتقدون أو يظنونها محرمة، وهنا طبعا في تأويلين في موضوع يستحلون: إما أنهم يعتقدونها حلالا، إما لجهلهم وعدم علمهم، لأنهم إن اعتقدوا أنها حرام عند الله ومع ذلك يعتقدون بحليتها لكفروا. لكن واضح أن هؤلاء ليسوا من هذا الصنف، هم على كل يعتقدون أنها حلال، وهذا طبعا معناها كأنما فشو الجهل في الأمة لدرجة أنه حتى الخمر والزنا لا يعرفون أنها حراما. المسألة الثانية يستحلون، بمعنى أنهم يتعاملون معها وكأنها أمرا عاديا. للأسف الشديد كثير من المسلمين الآن لا يبالون بالمحرمات، وأنت تحدثه يضحك عليك، يعني أنت تقول له هذا حلال وهذا حرام وكذا، تجد بعض الناس لا يبالي بها، فعلى كل يتعاطونها وكأنها ليست أمرا محرما. ففي دلالات نبوية عظيمة جدا في موضوع الإخبار عن أمر غيبي، وهذا الأمر خطورته طبعا متعلقة بهذا الأمر، فيه محرمات واضحة ومع ذلك يستحلها الناس. نعم. طيب شيخنا، يظهر كثير يعني عند بعض الأشخاص الذين يستخدمون الأصوات الطبيعية، مثلا كصوت الباب أو كصوت اليد أو حتى عن طريق إخراج الصوت من أفواههم، يكون واقعها على السامع كواقع الأغاني، يعني سبحان الله ما تكاد تفرق بينهم. ربما بعض الناس يعطيهم المواهب هذه، فما كانت تفرق بينهم وبين الأغاني. فهل هناك أو هل حكمها في الشرع كحكم الأغاني أم لها حكم آخر؟ على كل هذه أنا صراحة يعني من أكثر المسائل التي استوقفتني في حكمها. ذهب بعض العلماء المعاصرين، أنه ما وقفت على حكم لها في السابقين، لكن من المعاصرين بعض المشايخ وخاصة الشيخ عبد العزيز الطريفي مثلا من الشخصيات الذين تكلموا في هذه الجزئية، واعتبر بأن العلة موجودة في الأمرين: علة التحريك والإثارة موجودة سواء والله في الموسيقى أو في هذه الأصوات التي تصدر من الناس، وبالتالي ألحقها بها. لكن أنا حتى هذه اللحظة صراحة متوقف في هذا الموضوع، ما وصلت فيه إلى حكم قاطع حتى أقول الأصوات نفسها تلحق، لأن الأصوات في ذاتها
ليست فيها إشكال. أصوات ابن آدم، أصوات الطير، أصوات الحيوان، هذه كلها أصوات ليست فيها إشكال. لكن هل والله يقاس فعلا هذا الصوت الآدمي الذي تشبه بالآلة، هل يلحق به؟ ربما يكون الموضوع أقرب في عندما تخرج هذه القضايا بالأدوات الحديثة كالكمبيوترات مثلا، لما يدخل الموضوع في برمجة موسيقية داخل داخل كمبيوتر، فما في ليس أمامنا مثلا أداة واضحة، لكن تتبرمج الأمور، تتبرمج الموسيقى وتخرج لنا ليست من أدواتها، ولكن عبر البرمجة الإلكترونية. هذه قد تكون أقرب إلى إلحاقها بالموسيقى بعدم وجود فارق كبير. لكن مسألة أصوات الإنسان إلحاقها حقيقة بالمعازف حتى الآن بالنسبة لي ليست قوية يعني. طيب شيخنا، ماذا عن الموسيقى العامة الذي لا بد أن يواجهها المسلم في كل مكان، كمثلا الدخول المطاعم، دخول مثلا المحلات التجارية والأسواق وما إلى ذلك، تجد كل ما دخلت في هذه الأماكن يعني وأنت مكره تسمع الأغاني هذه إجبارا عنك، فما حكم السامع لهذا الأمر؟ هنا على كل أول نحن بشكل عام نقول الإنسان عليه أن يتقي الله ما استطاع، واتقوا الله ما استطعتم، لكن أيضا حتى إن شاء الله يعني نسهل على الناس هذا الموضوع فيما يتعلق بالقلق الذي يصيب الناس أحيانا بعدم معرفتهم للحكم. فنحن في مثل هذه الأمور نفرق بين السماع والاستماع. فأنت عابر طريق وسمعت أغنية ما مبالي بها أصلا، ولكن في موسيقى، في غناء حاصل، ما مركز، دخلت قضيت أمورك وطالع، هذا يسمى سماع. نعم. هذا ليس حكمه كمن جلس أمام المناية وفتح التلفزيون وأخذ راحته كده وبدأ يستمع إلى الأغنية من أولها إلى آخرها ويتفاعل معها، هذا اسمه استماع. فالاستماع تسري عليه الأحكام التي نتكلم عنها، والسماع هذا إن شاء الله مما على كل عمت به البلوى، وصاحبه إن شاء الله لا يكون كمن تقصد هذا الموضوع ودخل فيه. وللأسف الشديد هذه كثيرة جدا، تجدها الآن في التلفزيونات، تجدها في المطاعم، تجدها في البصات، تجد في أشياء كثيرة جدا على كل ما متقيدة بالضوابط الشرعية. نعم. طيب شيخنا، ندخل الآن في تأثير الموسيقى الروحاني. تأثير الموسيقى الروحاني والوجداني هو سبب كبير جدا من أن بعض العلماء يحرم الأغاني بسبب روحانيتها ودخولها في القلب. المفترض أن القرآن الكريم هو صاحب التأثير الروحاني بينهما، فهم الآن صاروا يستبدلون القرآن الكريم بالأغاني. فما الرأي في هذا؟ الله يبارك. أنا عموما لا أرى الغناء روحي، هذا رأيي الشخصي. نعم. الغناء له علاقة بالذوق وليس له علاقة بالروح. الشيء الوحيد الذي يمس الروح بشكل مباشر هو القرآن. فالروح إذا حرمتها من القرآن الكريم عطشت وضعفت وأخلدت إلى الأرض، ولا شيء يغذيها آخر. يعني في أشياء أخرى يمكن تغذى بغير ما، لكن الروح هذه مرتبطة بالوحي ومرتبطة بالقرآن الكريم، وهذه حتى تكون الصورة واضحة. وبالتالي أنا عموما لا أميل إلى أن في موسيقى روحانية، لا، في موسيقى ذوقية. فإذا أردنا أن نتكلم عن موضوع الغناء نتناوله من زاوية البعد الذوقي والبعد الأخلاقي والسلوكي، وليس من زاوية البعد الروحي. البعد الروحي هذا محل كما يقال مغلق مغلق القرآن الكريم. نعم. عشان كده هو يعني أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له روحا، جعلنا له يمشي، جعلنا له أي روح يمشي به في الناس. فالروح مرتبطة بالقرآن الكريم ومرتبطة بالوحي، وليس هنالك شيء يغطي ذلك. لكن الغناء له علاقة بالمكون الحسي في الإنسان. أنا قبل كده يمكن ذكرت أن هذا الإنسان يفارق النبات ويفارق الحيوان ويفارق الجماد ويختص بالروح. هو يتفق مع عالم الأشياء في البدن، فالحجارة بدن مادة، ويتفق مع عالم النبات في كونها بدن وحس. الشجر عندها إحساس، دليل أنها تعطش وتنكمش وتنفتح، ففي هنالك أحاسيس على كل في النباتات. ويلتقي مع عالم الحيوان في شيء ثالث وهو النفس، في بدن وفي إحساس
وفي نفس منفوسة. الجزئية الرابعة التي يفترق فيها الكائن الإنساني عن بقية المخلوقات من عالم الأشياء وعالم الحيوان وعالم النبات هو الروح. فالروح يتفرد بها الإنسان. هنا نأتي إلى الغناء، تجده مؤثر في الحسيات وليس في الروحيات، مؤثر في الجانب الحسي وليس في الجانب الروحي. وبالتالي هنا قد يفسد عليك ذوقك ويفسد عليك أحاسيسك اللي يفترض تكون أحاسيس أيضا مرهفة وتتعلق بأشياء جميلة وليست أشياء تبعدك عن الحس الأخلاقي المؤمن الملتزم بكتاب الله وملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، لا تذهبوا بعيدا، فاصل قصير ونعود إليكم. يعلم كما ورد في الأثر بأن الله عز وجل يعطي هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة لمن يحب. وقلنا أن حروف الإخفاء 15 حرفا مجموعة في قول الناظم: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأسرة تلعب دور كبير جدا في حفاظ وتوريث الهوية الإسلامية والوطنية بالتحديد أيضا لأبنائها. الهوية الإسلامية موجودة، ولكن للأسف الهوية الإريترية أو الهوية الوطنية طمست. إنما أصبح الطلاق الآن تحت مظلة الزواج، أصبح هناك طلاق داخل بيت الزوجية. الطلاق النفسي والطلاق العاطفي هو الأكثر انتشاراً في الواقع الحالي مع الأسف الشديد. إنه المتطوع نفسه ما يكون فاهم رسالة الجمعية أو العمل التطوعي اللي هو بيشتغل فيه. الأسرة الإريترية في الخارج كيف تحافظ على نجاحها وسعادتها في ظل الغرب مثلا؟ مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. دكتورنا وشيخنا الغالي، استكمالا لمحور الحديث، هناك حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف اللي هو الغناء بريد الزنا، والغناء بريد للزنا.
كيف يمكن أن يكون للغناء علاقة بالزنا؟ طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا بالنسبة هي مقولة أوردها عدد من العلماء ومنهم العلامة ابن القيم وغيرهم، لكنه ليس حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها مقولة درجت على ألسن الذين تكلموا في مواضيع الغناء وأثر هذا الغناء على النفس البشرية، واعتبروا بأن يعني حتى لو نظرنا إليها، وخاصة العلامة الإمام الغزالي عليه رحمة الله لما تكلم في موضوع الغنى وكونه بريد عموما للزنا، لوحظ بأن المغنين عموما أو الذين يهتمون بالظواهر الغنائية غالبا ما تكون هنالك حالة ارتباط بين الأغنية وما بين المعازف وما بين الخمر، ثم بعد ذلك قضايا النساء. ولو تلاحظ أنك خاصة منفلتين الذين لا يجعلون حدودا لتحركهم وسلوكهم، فإنهم يجعلون الغناء مقدمة لما بعده، فتكون هنالك الإثارة ويكون هنالك الرقص، خاصة إذا كانت هنالك حالة اختلاط، ويكون هنالك يعني وصول الإنسان من خلال هذا النوع من الإثارة، وخاصة عندما يكون فيه الأغنية تكون فيها نوع من التغني بالمرأة وجسد المرأة ومتابعة، في نهاية المطاف يقود الإنسان إلى المحطات اللاحقة، وهي الوقوع والعياذ بالله في جريمة الزنا. ولذلك تعامل السلف مع هذا الموضوع بهذا الشكل، اعتبروا بأن الأغاني في غالبها تكون فيها هذا النوع من الإثارة. وللأسف الشديد الآن يمكن أنا ما ذكرت الآن من قضية الصورة المصاحبة للأغنية هي أكثر الآن صدقا ومصداقية مع مقولة الأغنية المعاصرة وما يصاحبها عموما من التشكيل والتلوين والفواصل والنساء المصاحبات، وكما ذكرت بأن تسليع جسد المرأة في موضوع تمرير الأغنية، ويجعلون من جسد المرأة المعبر الذي يمرون من خلاله في عملية التسويق. فهذه بطبيعة الحال تسوق في النهاية الناس إلى أن يكون ذلك بريدا فعلا للزنا يعني. جميل. طيب شيخنا، لو نعود لدائرة الروحانيات أو ما يؤثر في النفوس، دائرة واسعة، وإذا كانت الأغاني كما ذكرتم تؤثر على الذوق، فهناك أشياء كثيرة تؤثر على الروحانيات. لماذا أمرنا الله عز وجل ووضع فينا هذه الغرائز ثم أمرنا أن تنزع منا؟ فما الأمر في هذا؟ أولا ما ركب الله تبارك وتعالى في هذا الإنسان شيء ونزعه منه أو عطله، ولكن التعامل معه هو بمنطق الشجرة. يعني أنت في بستان ضخم، وداخل هذا البستان ما شاء الله عندك مختلف الأشجار، مختلف الفواكه، مختلف الأنهر، ومختلف الطيور، ومع ذلك يقول لك الرب جل جلاله لا تقربوا هذه الشجرة. فأنت للأسف الشديد بدل أن تنشغل بهذا البستان الضخم الوارف الظلال المتعدد الأنواع في المأكولات والمشروبات، شغلت بما منعت منه. فنحن الآن مثلا تكلمنا عن قضية الحسيات أو الذوقيات. هل والله الشريعة مثلا حرمت على الإنسان مطلقا قضايا الذوقيات بحيث هذا الجانب معطل، أم أن الشريعة أتاحت لك مساحات واسعة جدا من ما يمكن أن نسميه الآن بالجانب الذوقي والجانب الحسي والجانب العاطفي، وأنت فقط شغلت بما هو محرم عليك ولم تشغل بالجوانب الجوانب الواسعة؟ القرآن الكريم نجد فيه اهتمام كبير جدا بقضايا الجمال وقضايا الزينة وقضايا التأمل والنظر في هذا الجانب، يعني ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تمسون، الآية على كل. فالقرآن الكريم أشار إلى قضية الجمال، ولكم فيها جمال. هو يتكلم هنا عن الأنعام، ذكر الله تبارك وتعالى قضية الجمال في الرواح والغدو، في الغدو والرواح. فالقيم الجمالية ليست قيم سهلة، يعني فيها مساحات واسعة، وستلاحظ بأن مساحات المباح التي أوردتها الشريعة كافية جدا لملء ما يحتاجه الإنسان في هذا الجانب، في الجانب الذوقي. فمثلا الكلمة الجميلة والشعر الجميل الذي ذكرنا، الكلمة الجميلة والشعر الجميل والنثر الجميل، وحتى ممكن أذهب معك إلى أبعد في إطار المسلسلات الجميلة التي يمكن أن تغطي أيضا هذا الاتجاه، كل ذلك متاح لك. فلماذا فقط والله أنت تشغل نفسك بإما محل الأمر المحرم أو الأمر الذي متنازع فيه وهو محل إشكال؟ فعموما ما عطل الله تبارك وتعالى في الناس أمرا، ولكن قيد المساحات، قيد هذه المساحات ابتلاء.
قيدها امتحانا، قيدها اختبارا. يعني أنا أعطيك مساحة كاملة، وهذه حصلت مع آدم عليه السلام وكان الاختبار الأول، لا تقربوا هذه الشجرة. وما شاء الله هم كانوا في الجنة يصولون ويجولون وما شغلوا إلا بالشجرة. للأسف الشديد الآن أيضا كثير من الناس لا ينظر إلى المساحات الواسعة جدا في قضية الحلال وقضية المباح والجماليات التي يمكن أن تملأ هذه النفس البشرية، ولكن لا يجد الإنسان إلا فيما هو محظور. اعتبر هذه مساحة على كل حولها كلام، وتجنبها كما تتجنب الشجرة التي منع منها آدم عليه السلام. نعم شيخنا، ولعل المنازعة فيها والترويض النفس وتعويدها الشيء الكثير، وكما قال الشاعر: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. طيب شيخنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، هل هناك دلالة على أن مجاهدة النفس بحد ذاتها من المكاره المدخلة للجنة، أم أن دفع الشهوات هو المدخل للجنة؟ على كل المطلوب الأمرين معا، مطلوب مدافعة الشهوات، ومطلوب كذلك أيضا الانتصار على المكاره. فمثلا الله تبارك وتعالى شرع لنا الجهاد وهو مكروه للنفوس، يا أيها الذين كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وسبحان الله وجدت في كتاب الله معظم القضايا التي ليست فطرة في الإنسان والنفس تكرهها كراهية طبيعية وليس كراهية دينية. هنا الكراهية التي يتحدث عنها القرآن دائما هي كراهية في هذا النوع، هي كراهية فطرية، لأنه إن كانت هنالك كراهية دينية فهو كفر والعياذ بالله. لكن أنت القتال لا أحد يحبه، يحب السلامة. ليس كل الناس تحب السلامة، لا يريد أحد الإنسان الحرب، لكن مع ذلك قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. هذه المكاره من هذا النوع، عندك مكاره وهنا القرآن يعبر عنها بكتب، فكتب علينا الصيام وهو ليس مما جبلنا عليه. النفس تحب الأكل والشراب مش كده، وتحب الجماع، والصيام يمنعك من هذه، يمنعك من الأكل والشراب والجماع، هو مكتوب. كتب عليكم القتال، النفس تحب السلامة، والله قال لك كتب. فلاحظ بأن كل القضايا التي جاءت في شكل تكاليف ليست من فطرة الإنسان، إنما فيها نوع من المشقة وتعب ومجاهدة، جاءت بلفظ كتب أو كتب. لاحظت؟ فكتب علينا الإنفاق وكتب علينا هذه كلها مما كتبه الله تبارك وتعالى. فعلى كل نحن في إطار موضوع المكاره، هذه كلها قضايا من يعني الآن مثلا عندما يقوم الإنسان خاصة في أجواء الشتاء في البرد القارص أنك تتوضأ وتقوم، والنفس هنا مش محبب إليها هذا النوع من تضعف شوي. نعم. ومع ذلك مطالب أن تذهب إلى المسجد وتصلي صلاة الفجر، هذه كلها مكاره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار هنا بأن الجنة محفوفة بهذا النوع من الواجبات، فمن استطاع أن يجاهد نفسه وينتصر عليها فإن شاء الله يكون من أهل الجنان. لما جاء إلى النار قال وحفت النار بالشهوات. طيب هل من لم ينتصر على شهواته سيدخل الجنة؟ لا يدخل الجنة. لكن هنا خص على كلنا النبي صلى الله عليه وسلم الشهوات بالنار، باعتبار أن غلبة الذين سيدخلون النار والعياذ بالله لم يستطيعوا انتصار على شهواتهم. لم ينتصروا على شهواتهم فذهبوا إلى النار بناء على عدم انتصارهم على الشهوات. لكن هؤلاء الذين انتصروا على المكاره بطبيعة الحال انتصروا على إيه؟ على الشهوات، وإلا لكانوا أيضا من أهل النار. فنحن على كل الإنسان المسلم ما بين المجاهدة في المكاره وما بين المجاهدة في الشبهات حتى يكون إن شاء الله سالم من النار وداخل إلى جنة الله تبارك. طيب يا شيخنا، الآن بعض المعاصي شيخنا الإنسان تلقاه يجاهد نفسه فيها ويقع فيها ثم يتوب، ويقع ثم يتوب، وقد يكون لبعضها حكما شرعيا في أول مرة تقع فيها، مثلا كشارب الخمر إذا شرب في الدنيا لا يشرب في الآخرة. فالسؤال: هل هو لمجرد وقوعي في المعصية يقع علي الإثم؟ وماذا عن المجاهدة؟ نعم، أول أي أمر يعني حرمه الله تبارك وتعالى، أي شيء حرمه الله تبارك وتعالى واقترفه الإنسان يأثم بمجرد الاقتراف، إلا أن يكون جاهلا أو مكرها أو مضطرا. هذه لها أحكام على كل أحكام الجاهل والمضطر، لكن يقع الإثم ما دام أنه يعلم أنه وقع في أمر محظور وبمحض إرادته ذهب إليه وارتكبه، فهو يقع على كل في الإثم.
لكن في بعض الأشياء حتى تكون أيضا الصورة واضحة، مثلا شرب الخمر. هل والله شرب الخمر من شربها مرة واحدة لا يشربها إلى الأبد في الآخرة، أم أن من مات وهو يشرب الخمر ومن كان شاربا للخمر إلى أن مات عليها هو الذي يحرم عند الله؟ هذه على كل مسألة فيها كلام. والنفس على كل تميل إلى أن الشخص الذي مثلا تعاطى الخمر مرة أو مرتين أو ثلاث لكنه تاب إلى الله توبة نصوحة، يمحو الله تبارك وتعالى كل سوابقه ويبدأ إن شاء الله في ملف جديد كما يقال، يعني يفتح له صفحة جديدة، وإن شاء الله يكون بعد ذلك من أهل الجنة، وفي الجنة سينال ما يناله إن شاء الله. وبالتالي هو على كل مأجور هذا الإنسان في مجاهدته لنفسه، ومأجور في اجتهاده، ومأجور في محاولات السعي المستمر، في محاولات التوبة المستمرة. ويمكن في بعض الحلقات تكلمنا عن قضية النفس اللوامة، وذكرنا أن النفوس ثلاث: نفس مطمئنة، ونفس أمارة بالسوء، ونفس اللوامة. فالنفس الأمارة بالسوء هي التي انتصرت على شهوات النفس، يعني انتصرت على، يعني ألزمت صاحبها الشهوات، وصار طبعه خلاص لا يستطيع أن ينفك عن المعاصي، وهي أمارة وليس آمرة. الآمرة تأمرك مرة واحدة وتنتصر عليها أنت في المرة الثانية. نفس الشيء اللوامة كثيرة اللوم، فهو يقع من الإنسان. لكن هنالك فرق كبير جدا بين شخص يرتكب الجريمة ويعرف أن له رب ويعرف أنه محاسب فيتوب إلى الله، وبين شخص ما مبالي. الفارق كبير حتى مع التكرار. فرق بين شخص عنده وخز الضمير بين فترة وأخرى ويشعر بأنه، وأنا حقيقة يمكن أعرف ناس سبحان الله كان الواحد منهم يعني يقع في مشكلة، ومنها مثلا يشرب خمر، ولكن تجده سبحان الله وهو في غيبوبته يبكي لمعصيته التي وقع فيها. فقضية التوبة وقضية الوازع الإيماني الذي يتفاعل في داخل النفس البشرية هذه مسألة مهمة جدا، وهي التي تؤسس للنفس المطمئنة. يعني الذي ليست له نفس لوامة لا ينتقل للنفس المطمئنة، لأنه هو عايش في دائرة النفس الأمارة بالسوء. لكن منطقة النفس اللوامة هي المنطقة التي تتصارع فيها النفس مع الشهوة، مع المعصية، مع الشيطان، ثم ينتصر إن شاء الله مع التعود المستمر إلى أن ينتقل إلى النفس المطمئنة التي يستقر فيها حاله على وضعية معينة يعني. نعم. طيب شيخنا، على الصعيد الآخر ماذا عن الطاعات التي يعني يستصعبها الإنسان على أن يلتزم بها التزاما كاملا، مع أنه راغب ومؤمن، لكن بطبيعة النفس يعني كما ذكرت يغلبها الكسل ويغلبها النوم أحيانا، فهل يؤجر الإنسان على نواياه أو ماذا؟ على كل دعني أقول هنا مسألة النوايا يعني خلينا نقسمها لأمرين. هنالك أمور لا تؤجر فيها بالنية، وهنالك أمور قد تؤجر فيها بالنية. مثلا شخص في الواجبات لا نستطيع أن نقول والله هذا الشخص ما شاء الله ناوي أن يصلي ولكنه لا يصلي، ناوي أن يصوم لكنه لا يصوم، لا نقول بأن هذا يؤجر على نيته، لأن لا يسقط عنك التكليف هنا بالواجبات إلا أن تؤدي الواجب، وبالتالي أنت ستقع في الإثم بمجرد الترك. مجرد تركت هذا الشيء وقعت في الإثم. لكن ما هي الأمور التي يؤجر عليها الإنسان؟ هنالك مثلا بعض الناس يعني سبحان الله تجد عاجز ما عنده مال، ولكن يقول والله لو كان لي مثل فلان لأنفقت مثل إنفاقه، فهما في الأجر سواء بالنية. واحد آخر نفس الشخص أو شخص آخر يقول والله لو كان لي مال لفعلت مثل فلان في المعاصي، يعني شايف إنه فلان ما شاء الله منفك منطلق، لا أمر بالمعروف، لا نهي عن المنكر، لا خوف من الله، لا خوف من الناس، المهم هو في شهواته. فهذا المفلس المسكين التعيس هذا يقول والله لو كان لي مال لفعلت مثله، فهو معه في الوزر أو مثله في الوزر. فلاحظ، فهنا القضايا التي يعجز فيها الإنسان أو لا يمتلك قدراته ولكن عنده إرادة العمل الصالح، عنده إرادة الخير، يحب الخير ولو وجد فعلا لقام بالشيء، هنا يكون الإنسان فيها إن شاء الله يؤجر على نيته. مثل أولئك الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد حبسهم العذر. بعض الناس تجده مثلا ما استطاع أن يشارك في الجهاد لعجزه. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. في رواية إلا شاركوكم في الأجر، حبسهم العذر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا أجد ما أحملكم عليه. فهؤلاء بنيتهم بلغوا مبلغ أهل الجهاد.
مبلغ أهل الجهاد. فهذه على كل من القضايا التي يمكن للإنسان أن يؤجر فيها بنيته، لكن لا يعيش الإنسان على الأماني، لا بد من السعي، لا بد من السعي، لا بد من الاجتهاد، لا بد من العمل حتى يكون إن شاء الله من أهل الخير وأهل السباق الحقيقي، ولا يعيش الإنسان فقط على أماني ليست لها ترجمة في الواقع. نعم شيخنا، طيب في دقيقتين الآن الأغاني وكثرت في الأماكن العامة وكثرت في الأسواق كما ذكرنا، فما نصيحتكم للأمة الإسلامية؟ ماذا تقول في هذا الأمر؟ عموما حتى تكون الصورة واضحة يعني في موضوع الغناء، لماذا هذا التحسس الكبير يعني ليش العلماء وهذا الأمر اللي شبه إجماع إنه والله قضايا الغناء وخطورتها. لاحظ الإنسان سبحان الله دائما المنشغل بالغناء والمنشغل بالشعر والمنشغل بالموسيقى، وبل دعني أقول حتى المنشغل بالأناشيد، وهذه من خلال تجربة، حتى الأناشيد نفسها، الأناشيد أيا كانت أناشيد وطنية أو حتى الأناشيد الإسلامية، ستلاحظ سبحان الله مع مرور الوقت يكون قليل الرغبة في القرآن الكريم. هذه من تجربة، يعني من انشغل ملأ قلبه بحب الأغاني وحب الموسيقى ويندر جدا أن يستمع بعد ذلك لإيه؟ للقرآن الكريم. فهذه إشكالية كبيرة جدا لا بد أن ينتبه إليها الإنسان. يعني حتى ونحن نتفهم آراء الذين مثلا يقولون الغناء حلال أو ما حلال، هذه حتى لو قلنا بأنه والله لهم اجتهادات، لكن نقول وهم يقولون ذلك، لكن أيضا هم مدركين لخطورة ما يمكن أن تجر إليه هذه الأمور. فالذي ينشغل بالشعر ويملأ جوفه بالشعر ويملأ جوفه بالغناء وحفظ الأغاني وحفظ المغنين وينتقل من ألبوم لألبوم، هذا لا يمكن أن يكون له علاقة بالقرآن الكريم. فهذه أخطر ما فيها. مع مرور الوقت يجد هذا الإنسان وقع فيما عرف بهجر القرآن، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فإذا وقع الإنسان في هجر القرآن الكريم هذه واحدة من الإشكالات على كل كبيرة جدا. النقطة الثانية أيضا ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله، وهي مقولة لبعض السلف، قال يورث النفاق والعناد والرعونة، ويورث كذلك عشق الصور. يعني شوف ابن القيم هو يتكلم عن عشق الصور ولم يعيش حالتنا المعاصر الآن فيما نراه نحن من إعلامنا المعاصر وما نراه في التلفزيون وما نراه من الألبومات هذه. فعشق الصور هنا عندنا أعمق بكثير مما كان عليه الوضع في السابق. يعني الوضع في السابق عبارة عن صورة ذهنية أن هذا الفنان أو هذا الشاعر يصور لك ويحسن لك صورا معينة ويستحسن لك الفواحش ويشجعك نحو الذهاب إلى الفاحشة، لكن حاليا هو يصورها لك تصويرا، فهي عبارة عن حالة مجسدة أمامك وليس أمامك بعد كده إلا البحث عن هذا الموضوع. فنحن عموما ونحن نحذر من قضايا أن الإنسان يملأ جوفه بهذا الجانب أو يكثر من هذا الموضوع ويتعاطاه بشكل يومي أو يربي عليه أبناءه وأطفاله، فإنه مع الوقت سيجد نفسه من الصعوبة جدا أن يملأ جوفه بعد ذلك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه الغناء بشكل عام يتجه نحو الإثارة الجنسية والإثارات عموما الشهوانية، والقرآن الكريم يريد أن يطهر الإنسان. فإذا كان الله تبارك وتعالى عندما تكلم عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فلاحظ عندما تكون هنالك قضايا تشترك إلى حد كبير مع موضوع الخمر ومع موضوع القمار ومع موضوع اللي هو يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهذه القضايا هي التي نحن على كل ننبه إليها الناس. ومن باب أن جاء هذا القرآن الكريم ليملأ قلوب الناس هدى ونورا ويحسن أذواق الناس، يحسن سلوك الناس، يطهر قلوب الناس، يطهر جوارح الناس. فإذا انشغل الناس عن كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس كذلك من الأشعار والغناء والموسيقى، فإن الإنسان حقيقة يكون في خطر عظيم. ولذلك الإمام مالك عليه رحمة الله لما سئل عن الغناء قال إنما يفعله عندنا الفساق، وما كان يعني يتصور بأنه والله شخص من أهل الفضل. ولذلك ذهب أيضا بعضهم وربما كثير منهم يعني من المذاهب ذهبوا إلى أن الشخص الذي يداوم على الغناء والموسيقى ما كانوا يقبلون شهادته في القضاء. يعني لاحظ يرفع عدالته، لكن هذا مع التكرار، يعني مع الشخص خلاص هذا شخص مداوم ومستمر على هذا الموضوع وعرف به، فكانوا لا يقبلونه شاهدا ويعتبرون ذلك قدحا في عدالته. شكرا لك دكتورنا الغالي، شكرا لطرحك الجميل، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام لمتابعتكم هذه الحلقة.
ختاما مشاهدينا الكرام، صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيمي. طابت أوقاتكم بكل خير. ha 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 ha